تعال احكي لكم حكايه المصمم اللي قرر يسيب شركته ويشتغل فريلانسر علشان يرتاح اكتر. صديقنا ده قابلته صعوبات وتحديات كبيره في البدايه لعدم خبرته بيه، زي انه كان متعود على نظام الشغل في المكتب او الشركه، وبقى صعب عليه ان هو يتاقلم على جو الشغل في البيت او اي مكان تاني. كمان في الاول ما كانش عارف يشتغل مع نفسه لانه بيميل اكتر ان هو يشتغل في وسط تيم ويتبادلوا من الاراء والافكار. وبعد كده قابلته مشكله تانية اسمها التسعير، لانه هو متعود على الشغل بمرتب ثابت، فما كانش عارف يسعر شغله، وكمان ما كانش عنده خلفيه عن الاسعار في السوق عامله ازاي. وللاسف كمان وقع على عميل ما هوش احسن حاجه، واستلم منه التصميم وما دفعلوش بقيه الفلوس. وعميله كمان التاني قرر ان هو ينسحب فجاه بعد ما كان اشتغل بالفعل على التصميم. وغيرها كتير من التحديات اللي قابلت صاحبنا ده. العبره يا صديقي من القصه ديت انك ما تتسرعش في قراراتك، وحاول تدرس كل خطوه كويس قبل ما تقوم بيها. النجاح في الفريلانسر يا صديقي ما هوش سهل، لكن بالتخطيط الجيد والصبر بعد التوكل على الله تقدر تتغلب على كل التحديات. انا احمد علي، مصمم جرافيك وشغال فريلانسر بقالي 5 سنوات. لو عندك اي اسئله او محتاج نصيحه